السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من تطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من تطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين نعرف التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدور عليها مش قادرين توصلوا لها عارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه فيزا ايربورت كومبيتيشن. التطبيق ده مساحته 16 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بحاملي بطاقه فيزا كارت. بتقدر من خلال التطبيق ده لو انت حامل بطاقة فانت بتحمل التطبيق بتقدر تدخل بيانات البطاقة على التطبيق. بتقدر ان انت لو بتسافر كتير بتنتظر في المطار وقت طويل، سواء قبل وصول الطيارة او بعد ما الطيارة بتوصل، مستني مثلا حد هيجي يستقبلك في المطار، فانت بتقدر ان انت تستنى في الصالة بتاعة كبار الزوار في المطار. ده كله لان انت عميل لشركة فيزا او معاك بطاقة حامل بطاقة فيزا كارت. بتقدر تدخل البيانات وتقدر ان انت تعمل تسجيل وصول للمطار قبل ما توصل المطار وانت مسافر بوقت كافي. بيكون في استقبالك موظف هناك بيدخلك يعني الصالة، بيخليك تقعد في المكان المخصص ليك، بيشوف طلباتك ايه، لو انت عندك مشاكل، لو انت محتاج اي حاجة بيقدر ان هو يقوم لك بيها. برضو لو انت وصلت بالطيارة بتاعتك وعايز تنتظر في المطار فبرضو نفس النظام. بتقدر ان انت تعمل تسجيل وصول للمطار الدولة اللي انت لسه واصلها، وبرضو بتقدر انت تنتظر في الاماكن المخصصة للانتظار. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية مفيهوش لغة عربية. بالاضافه لان التطبيق بيكون يعني بعض الناس بتشتكي من ان التسجيل لما بيوصل المطار دولة تانية وبيحاول ان هو يعمل تسجيل وصول مش بيعرف، لان طبعا شريحة الموبايل اللي معاه مش بتكون شغالة انترنت في الدولة التانية. في بعض الناس بيقترحوا ان اللي يكون التسجيل الوصول بدون انترنت. دي حاجة من ضمن الحاجات او من ضمن العيوب اللي موجودة. من ضمن برضو العيوب اللي موجودة في فيزات بترفض ان هي تتقبل، لو انها بتكون فيزات بلاتينيوم او جولد او كده بترفض ان هي تتقبل. دي برضو بدون سبب، رغم المفروض اي فيزا تابعة لشركة فيزا فالمفروض ان هي بتتقبل ببساطة وبسهولة جدا. بس كده ده يعتبر المميزات والعيوب بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق ياريت تدوس لايك للفيديو، لو عايز شرح التطبيق معين ياريت تسيب لي في الكومنت، لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.